فنان زي اي حد عادي، مفيش الكلام ده خالص. جمله لذيذه قوي لما حد يجي مثلا يحس انه فوت المتابعه بتاعته. انا عندي سيستم ونظام عامله للعياده طبعا ومواعيد ولازم جروبات يتصل وحاجات بالظبط كده. فيقول فمره كده على جروب كده من الجروبات، انا زعلانه كده عشان جت متاخر، مهم فكاتبه على الجروب طبعا ما انا مش مي كساب، ما انا لو فنانه كان دكتور احمد. انا شايف الجروب والله العظيم قعدت اضحك، ما لو فنان. فعايز اقول لها والله العظيم على فكره كانت متابعتها لذيذه جدا وما كانتش على فكره ما عملتش حاجه والله بكتم والله. هو العشم بيبقى قاتلهم يا دكتور، معلش، بيبقوا معتقدين حاجات في دماغهم فبيبقى كده. بس انا اقول الحق، يعني انا يمكن زي ما قلت في الاول الناس ابتدت تعاملني ان انا اسيستنت بقى في العياده دي بجد، فناس كتيره بتبعت لي وتسالني وببعت كتير طبعا ناس وكده بامانه، ودي شهاده حق. لا، المتابعه طبعا فنان زي اي حد عادي، مفيش الكلام ده خالص. انت بتعامل الناس واحد، بدليل ان انا اصلا جيت لحضرتك من كتر ما صاحبتي رفايده شكرت فيك جدا، وقد ايه المتابعه فظيعه، والدكاتره المساعدين بيعملوا على الجروبات معاهم مع كل البيشنز يعني. فلا، ده مش حقيقي حضرتك. كل الناس لك عندك انت الدكتور بتاع الفنانين مش بتاع الناس الغلابه. والله يا جماعه، والله حرام عليكم يا جماعه والله. طب والله العظيم بقى حاجه شهاده حق، ده هو من اكتر الناس الجدعان الطيبين. لا، دي شهاده حق يا دكتور، وبيقف جنب الناس وبيقسط وبيعمل كل حاجه. المتابعه كويسه جدا عند دكتور احمد، انتوا بس التزموا واسمعوا الكلام وخلوا بالكم، ما تخافوش. يعني انا مقدره، انا قعدت في الجروب اسبوع وعملت لفت جروب على طول من كتر ما بقيت خايفه من اللي هم بقى بيعملوا. هم بيبقوا بيبانيك الناس ايوه بيبانيكوا قوي ومركزين قوي، ويسمعوا حد قال حاجه فيفتكروا. ما ده اللي قلت لحضرتك، ان العمليه ليها فروق فرديه بتختلف من بني ادم لبني ادم. ما ينفعش حد يبقى هو ما ينفعش تعمم مع الناس كلها، لا نفس الدكتور ولا نفس العيان ولا حد زي التاني. عندك طبعا